ناس كتيرة دلوقتي بقت ماشية في الشارع مستعدة لفتح كاميرا الموبايل لتصوير أي شيء وأي موقف، سواء لكشف حقيقة، جريمة، حادثة، أي حاجة، المهم ياخد اللقطة. لدرجة بقينا نشوف بعض الناس تلاقيه فاتح الكاميرا وبيتخانق وعمال يستفز الشخص اللي قدامه عشان يغلط ويلبسه أي جريمة وهو بيصوره. وما ننكرش طبعا إن في تصوير إيجابي وبيكشف جرائم كتير أو حوادث مهمة، بس احذر عشان مش كل تصوير ممكن يكشف جريمة، بل ممكن يكون انتهاك خصوصية أو تشهير. وفي القانون المصري تصوير شخص بدون إذنه تعتبر جريمة طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي بتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 50 ل 100 ألف جنيه كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بنشر أو إذاعة أو عرض أو تداول معلومات أو صور أو تسجيلات أو أخبار تتعلق بالخصوصية دون رضاهم. والمادة 26 من نفس القانون تنص على نفس العقوبة في حالة تعمد استعمال برنامج أو تقنية معلوماتية في معالجة صور أو تركيب مقاطع بهدف التشهير بالغير أو المساس بسمعته. عشان كده خليك فاهم إن مش كل تصوير هيعتبر كشف الجريمة أو حقيقة، وإنما ممكن يكون كشف لستر إنسان وانتهاك لخصوصيته أو التشهير بيه. وبدل ما كنت بتحاول تكشف حقيقة أو جريمة، هتلاقي نفسك أنت اللي مجرم والمتهم بتشويه سمعة الناس وانتهاك خصوصيتهم. ناس كتيرة دلوقتي بقت ماشية في الشارع مستعدة لفتح كاميرا الموبايل لتصوير أي شيء وأي موقف، سواء لكشف حقيقة، جريمة، حادثة، أي حاجة، المهم ياخد اللقطة. لدرجة بقينا نشوف بعض الناس تلاقيه فاتح الكاميرا وبيتخانق وعمال يستفز الشخص اللي قدامه عشان يغلط ويلبسه أي جريمة وهو بيصوره. وما ننكرش طبعا إن في تصوير إيجابي وبيكشف جرائم كتير أو حوادث مهمة، بس احذر عشان مش كل تصوير ممكن يكشف جريمة، بل ممكن يكون انتهاك خصوصية أو تشهير. وفي القانون المصري تصوير شخص بدون إذنه تعتبر جريمة طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، اللي بتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تتراوح ما بين 50 ل 100 ألف جنيه كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بنشر أو إذاعة أو عرض أو تداول معلومات أو صور أو تسجيلات أو أخبار تتعلق بالخصوصية دون رضاهم. والمادة 26 من نفس القانون تنص على نفس العقوبة في حالة تعمد استعمال برنامج أو تقنية معلوماتية في معالجة صور أو تركيب مقاطع بهدف التشهير بالغير أو المساس بسمعته. عشان كده خليك فاهم إن مش كل تصوير هيعتبر كشف الجريمة أو حقيقة، وإنما ممكن يكون كشف لستر إنسان وانتهاك لخصوصيته أو التشهير بيه. وبدل ما كنت بتحاول تكشف حقيقة أو جريمة، هتلاقي نفسك أنت اللي مجرم والمتهم بتشويه سمعة الناس وانتهاك خصوصيتهم.